السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. معكم خوكم فيصل. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقوموا بمراجعه هذا السيكان ديال لويس فيتون. واول حاجه غادي نقوموا بها هو غادي نجيبكم كاملين اللي عندي باش تشوفوا الامتيازات ديال هذا الصاك هذا. المهم الخوت، اول امتياز هو الشكل ديال الصاك كما تتشوفوا، شكل انيق ومأخوذ من يعني الديزاين ديالو مأخوذ من ماركة عالمية اللي هي لويس فيتون. كما تتشوفوا هذا هو الديزاين ديالو. كما تتشوفوا هنا مستعملين جوج الانواع ديال الاثواب ديال الجلد. كاين هذا الشكل هذا اللي ارطب، وكاين هذا الشكل هذا اللي ملي تدوز يديك تتحس باللون تيتبدل ديال هذا الجلد هذا. بالنسبه للخبره ديالي في مجال الخياطه، يعني غنشارك معكم هذاك الشيء اللي لاحظت في هذا الصاك هذا. اول حاجه غنهضروا عليها هي الصمته. بالنسبه للصمته ديال الصاك، يعني هذا السيد هذا اللي قام يعني بالخياطه وبالتصميم ديال هذا الصاك، يعني صاوب شي حاجه على حقها وطريقه. كما تتشوفوا هنايا عندنا الصمته، في وسط الصمته كاين واحد البونج اللي قاصح، يعني الا كان شي ثقل في هذا الصاك غتهزو وانت مرتاح. ثاني حاجه يعني قام بالخياطه ديال واحد البي هنايا. هذا البي هذا يعني منه زواق، وفي نفس الوقت يعني منه تتبان الخياطه زوينه، يعني ما تتبانش هنا الحافه، يعني مخيطينه بشي حافه عادي، يعني كما تيقولوا سادين على الخياطه بهذا النوع ديال البي هذا. ثاني حاجه كما تتشوفوا هنا في القاعده ديال هذا الصاك هذا، كان بامكانهم يخيطوا الجزء السفلي مع الجزء العلوي، يعني بلا ما يديروا هذه الباندا هذه. كما تتشوفوا هذه الباندا هذا طرف ديال الجلد مطوي على جوج، منها تعطي الجماليه للصاك، وفي نفس الوقت تعطي واحد يعني ملي تيكون الثقل في الصاك ما تتحش ما تيهبطش القاع، تيبقى الصاك واقف. كما تتشوفوا هنايا داو هاد الطرف ديال الثوب اللي داين فيه هاد الماركه ديال هاد الصاك. كما تشوفوا الخياطه ديال الجنب غدا نفس الخياطه نفس العبار. بالنسبه للسناس اللي مستعملين سناس الهوت كاليتي كما تشوفوها هانتوما، يعني ما تيوقف السلسله، ما تتوقفش وتتمشي كوريكت. زائد انهم السناس اللي مستعملين فيهم هاد كما تيقولوا هاد الشكل هذا اللي في اللون ديال الجولد، يعني مأخوذ من الكوبي. هادو نهضروا على بالنسبه للقاع. كما تتشوفوا مستعملين هاد الطروفه ديال الكوم، يعني اللي تيحميو لنا هاد الخلفيه هذه ديال الصاك، تتحمى لنا باش ما تخبش، يعني الثقل كامل تيكون مهزوز على هاد البلاستيكات هادو. زائد انهم مخيطين بالجناب هاد الطروفه ديال البي هادو، حتى هما اللي تيخليو الصاك واقف. بالنسبه لعدد الجيوب اللي كاينين في هذا الصاك، كاين هذا الجيب هذا اللي كبير اللي يمكن لك تستعمل فيه بزاف د الحوايج. كاينين هنا جوج جيوب صغار حتى هما في نفس الوقت يمكنهم يهزوا بزاف د الحوايج. وكما تنقول لكم السلسله ما تتعكس ما والو، يعني حاجه اللي زوينه. بالنسبه للتبطين ديالو، يعني ماشي شي صاك اللي عادي، يعني صاك اللي مبطن. تجي مع هاد الصمطه هادي تنقوموا بالمراجعه ديالها. كما تشوفوا الصاك كله مبطن. هنا كاين واحد البتي ديفو، هاد الصماطي هادو كانوا يتقطعوا، يعني ماشي شي حاجه اللي ضاره، وانما يعني كان هاد الزياده هادي تحيد. كما قلت لكم ها هما حتى هنايا مستعملين لداخل، مستعملين البي. هاد البي هذا اللي لقاش ملي تلاقاو جوج ديال الطروفه ديال الثوب، الا ما استعملناش هاد البي تتبقى تتبان لنا الخياطه، تتبقى الخياطه باينه وتتبان يعني مخيبه المشهد. هاد البي هذا تيجمع لنا كاع هذيك الخياطه اللي لاقينا بها الثواب، تيجمع لنا. كما قلت لكم بالنسبه للثوب هنا نتوما شوفوا، عرفتي كاليتي ديال هاد الثوب هذا
واعره بزاف. ماشي تنمدح هاد الصاك، وانما انا عجبني قبل ما نعوضو للبيع، انا عجبني. كاينين هاد جوج ودينات هادو اللي تتجي معاهم هاد الصنطه هادي، اللي يمكن لك تزيد في الطول ديالها ويمكن لك تقصرها. هادي تتكون هنايا اللي يمكن لها تهز، يعني الصاك يمكن لك تهزو فوق كتافك. كما قلت لكم صاك اللي سهل ان الانسان يشريه، فيه بزاف د الامتيازات وفلوسو ما يضيعوش. كما قلت لكم هاد الصاك فيه جوج الالوان، فيه هاد القهوي هذا وفيه الكحل. شي حاجه اللي واعره بزاف. المهم الخوت، تنشكركم على المشاهده. وهذا المنتوج هذا ماشي كما تيقول ماشي مدحتو غير هكاك، كما قلت لكم انا الاول عجبني، هذاك الشيء علاش جبتو. المهم مازال غادي تشوفوا التصاور ديالو، يعني لي فوطو غادي ناخذ لهم واحد لي فوطو باش نحاول ندير لي زانونس ديالهم في فيسبوك، واللي بغى شي حاجه مرحبا. وزايد انا كما تيقول انا بغيت الانسان يجي يشوف عاد يحكم، لقاش الصوره بعض الخطات تقد تخونك ماشي بحال الصوره ديال المباشر. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، واللي عجبو الفيديو يدي خلي لنا شي لايك وشي كومونتير، وما كرهناش الا انك تبارطاجيه مع صحابك. شكرا بزاف بزاف بزاف.